وهل يجوز الصلاة في مسجد به ضريح؟ طبعا يجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله تجوز. فالصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة تجوز، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله أجمع المسلمون عليها، وفيها سيدنا عمر. يقول لي خاصية بالنبي، لا، ده فيها سيدنا عمر وفيها سيدنا أبو بكر وفيها سيدنا أبو شجاع، والحكاية حلوة خالص. ما حكم الصلاة بالمسجد الذي به أضرحة؟ الصلاة جائزة، والمسجد جائز، والضريح جائز، بنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على قبر أبي بصير. أمال إيه المنهي عنه في البخاري؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وأوليائهم مساجد، يعني يسجدون إليها. يعني قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، سجدوا إليه. ولما تروح الفاتيكان تلاقيهم بيسجدوا القبر بطرس. لكن بنى مسجد كده على المقبرة ده جائز، يقول الشيخ البيضاوي، وهو من القربات. ففي فرق ما بين مسجد بمعنى سجد إليه وما بين بنينا عليه مسجد. أما الهصة دي جات ازاي؟ جات ان في جماعة ظهرت اسمها الوهابية، عايزين يخرجوا من الخلافة العثمانية. النبي بيقول ما حدش يخرج عن الخليفة. طب اخرج عليه ازاي يا ترى؟ يا هل ترى اكفره؟ طب اكفره ازاي؟ ما فيش حاجة تكفره. قال لك لا، يبقى اذن نقول ان هو بنى مسجد على الضريح، وهو ده معنى الحديث، عشان نقول عليهم كفار. ودام كفار وهيدخلوا النار، يبقى احنا نعمل انهيار ونضربهم بالقنابل بالنار. فعملوا كده وقتلوهم وخرجوا على الدولة العثمانية، وتعاونوا مع الانجليز والفرنسوية، وفتنة عمياء صماء الى يومنا هذا. واحنا بنستصرخ في المسلمين، يا مسلمين التفتوا لتراثكم، شوفوا ابن حجر قال ايه، شوفوا البيضاوي قال ايه، شوفوا الشوكاني قال ايه. التفتوا، ما تقروا الكتب. هل الصلاة، ويكنفلك الواد من دول، هل الصلاة في مسجد فيه ضريح جائز؟ الله، هو ده دين الله؟ أمت علينا ديننا أماتك الله. أيوة جائز. وورد في السنة حديث أبو بصير، هتعملوا فيه إيه؟ أنتوا مش بتتبعوا السنة؟ إشمعنى الحديث ده مخبيينه؟ أخرجه موسى بن عقبة بسند صحيح عن المسور بن مخرمة. ماله؟ إيه الحكاية اللي حصل؟ فتن. وكلهم يقول له أنت ما بتجيش للشيخ علي ليه؟ قال يا عم ده المسجد فيه ضريح جوه. طب الضريح فاضي. السلطان حسن ده هو تاه، قتلوه راح في داهية، والضريح فاضي جوه مفيش حد. ما واحد بقول له انا عايز افهم هم متضايقين من علماء الازهر ليه؟ قال لي بسبب بسيط، اخواننا بيقولوا لهم يا اخواننا انتوا علماء بعد اسبوعين بس. يدخل معاهم الواد من دول يربي لحيته، يقصر جلابيته، ينقب مراته، يقرا نيل الاوطار، او يقرا لابن عثيمين، او يقرا لابن باز، او يقرا الاحاديث الضعيفه والصحيحه للالباني، ويبقى عالم. فهو بيقول له انا خليك عالم في اسبوعين، وانت بتقول له خليك عالم في 30 سنه. يبقى يطوع مين؟ يقول لا، يطوع ابو اسبوعين، اسرع، احلى، اجدع. بس هي اقرب طريق الى النار، لانه سيتكلم في دين الله من حيث لا يدري بغير علم، وهو يحسب انه يحسن صنعا. يهو، ايوه صحيح، يهو يا لطيف، لانه قاعد يتكلم هو بالكتاب والسنه والاحاديث الصحيحه والضعيفه، وقال رسول الله احذر يا ابني، خد بالك في حدوته كبيره انت مش واخد بالك منها. زي يعني ما هو هذه الاحاديث الضعيفه وهذه الاحاديث الصحيحه والدين فيها ايه؟ انا عالم، انت عايز تقرفنا وتقول ان انا مش عالم؟
يا ابني مش كده، والله ما كده، ده الاحاديث اللي انت ظنتها ضعيفة دي مصححة في مكان تاني، والاحاديث اللي انت ظنتها صحيحة دي لها معنى تاني، والايات اللي انت ملخبط فيها دي لها حدوتها ثالثة، واللغة العربية اللي انت مش عارفها ليها قصة اخرى، والتوجه العقدي اللي في مخك متلخبط. استنى بس، مش كده، ليس هكذا يا سعد تورد الابل. ايوه بس انا عندي فتح الباري على سيديهات كمان، يمكن مش فتح الباري نسخة الحلبي مثلا ولا نسخة السلفية، لا ده المصيبة على سيديهات، يعني ما نعرفش اذا كانت كابلة ولا ضغط. طيب وبعدين انا قريت المغني في 4 ايام. ازاي؟ قريته في 4 ايام وفهمته. احنا كنا بنقرا المغني الربع الاول في 10 سنين، وبعد ما نقرا في 10 سنين نقول له بقى ايه، خلاص انت عرفت ازاي يتقري، روح بيتكم بقى اقراه، عشان 10 سنين كتير. وبعض العلماء ارى المغني مغني المحتاج في الازهر في 40 سنة. وبعدين جه الشيخ المراغي قال لهم يلا بقى تديلك 40 سنة طالب علم، فعطاهم الدكتوراه كلهم لانهم رفضوا، قالوا لا احنا لسه مش بعناش. يا اخوانا مش كده، الطب ما ينفعش يقوده حلاق الصحة، حلاق الصحة ما ينفعش يعمل القلب المفتوح. فكذلك اللي يقرأ الكتب بالطريقة الهلامية دي، والمهم مصممين المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ايه ده؟ ايه الخبل ده؟ ده هوس. سايبين العراق تضيع وسايبين فلسطين حتى الدعاء ما بيدعوهوش، ومهووسين بالمسجد اللي فيه ضريح، والمسجد اللي فيه ضريح سنة. ايه سنة؟ ده بيقول سنة، ايه هتحضرونه؟ ده بيقول سنة. الله انت عبيط والله. طبعا